نواطي الكفيفات والدحو اللي تضروا بسبب الفيضانات الأخيرة. باسم اتحاد النسيج الجمعوي للكفيفات وباسم جميع هيئات المجتمع المدني بالكفيفات نتقدم بجزيل الشكر للسيد النقيب ومنه إلى باقي أعضاء هيئة المحامين بأكادير على الالتفاتة الكبيرة اللي قاموا بها، لا سيما أن الحضور ديالهم الشخصي، ولا سيما أنه اليوم كان كيصادف ذكرى ديال المولد النبوي الشريف، ومع ذلك هاد الناس هادو ضحاو والاكثر من ذلك كما قلت منذ البدايه، فجابوا معهم العائلات ديالهم. كنشكرهم جزيل الشكر وكنقولوا لهم بانه هذه البادره اكيد انه لقات استحسان كبير عند الساكنه، وما يمكنش الساكنه الا انها تتنوه بهذه البادره هذه اللي في الحقيقه ما هياش غريبه لا على السيد النقيب ولا على الهيئه ديال اكادير المعروفه تاريخيا بتضامنها مع المنكوبين ومع المضطهدين. فشكرا جزيلا مرة أخرى لجميع الفعاليات ديال هيئة محامين بأكادير، وعلى رأسهم مجددا جنود الخفاء، واخص بالذكر الاستاذ عبد المجيد الشباك والاستاذ سي عبد الله بوبكر اللي في الحقيقه اليوم كان السبب في انهم اكتشفوا واحد التراث داخل احد المنازل، ربما غيبقى من الامور الزويونه اللي غادي نخلوه من الطرائف اللي غنحتفظوا بها في هذه الرحله هذه. فشكرا جزيلا مجددا، ونتمناو انه كيف ما قال السيد النقيب انه تكون بمثابه هذا المجيه هذه بمثابه لبنه اولى لخلق واحد التواصل ما بين هيئه المحامين باكادير وجميع ديال هيئات المجتمع المدني في السوس كلها. فشكرا جزيلا. في نفس الاطار يضيف الاستاذ الشباك قائلا تحيه صادقه لكل سكان منطقه ولاد دحو وسكان الكفيفات. كنتقدم بشكر جزيل للجمعيات والتنسيقيات المتواجده بهذا المكان والتي استقبلتنا حر استقبال، ماشي غير الكبار بل حتى الصغار. جئنا الى هذه المنطقه ونحن متاكدون على ان الرساله اللي جايبين معنا هي رساله انسانيه، رساله مجتمعيه، مفادها ان الفيضانات التي ضربت هذا المكان تركت في نفوسنا اثرا عميقا، وما يمكنش نطفيو الغضب ديال القلق ديالنا الا بالمجيء بمساعدات ما كتحلش المشكل، ما عمر مساعدات تاع الدقيق او الزيت تحل المشكل، بل مساعدات تهدف بالاساس الى توجيه رساله بان المحامون يدعمون كل المتضررين من الفيضانات. وشكرا جزيلا كذلك لمركز حمايه الطفوله اللي جاوا على اساس ان الاطفال اللي هما ديجا في وضعيه صعبه انهم كيبلغوا حتى هما كذلك رساله لاطفال المنطقه على اساس ان هاد الاطفال حتى هما عندهم نفس الاحساس تاع الاحساس المتضررين، وكي يوجهوا لهم رساله تاع التعاطف والمسانده في هذه المحنه تاعت الفيضانات. وشكرا للجميع وشكرا لكل الجمعيات والتنسيقيات التي ابانت على ان المجتمع المدني وان كان يهدف الى سد الفراغ تاع الدوله، ولكن الدوله الفراغ لا يمكن ان يغلق بفعل عمل الجمعيات، بل الامر يتعلق بعمل تاع الدوله بالاساس. والجمعيات المدنيه الجمعيات تاع المجتمع المدني تتعمل كل ما في وسعها من اجل سد الخصاص قدر الامكان، ولو انها لن تستطيع سد الخصاص، وانما حتى هي كذلك المجتمع المدني كيأكد على انه حاضر امام المواطن المغربي. والمجتمع المدني هو مجتمع تاع المواطنه بالاساس، ومجتمع ديال السند الاساسي للمواطن في جميع المناطق المغرب. وشكرا للجميع على المسانده للضحايا بالاساس. المجتمع، لأن المحامي قبل ما يكون له هذه الصفة فهو إنسان أولا وقبل
مرشي ثم مواطن بعد ذلك محامي. وبالتالي الدور ديال المحامي لا يقتصر فقط على المشاركة أو ما نعرفه على المحامي بتركز مهامه فقط داخل المحاكم، ولكن هو مواطن يندمج في المجتمع ويتفاعل بشكل إيجابي مع جميع احتياجات ومتطلبات المجتمع. في هذا الإطار وإيمانا من هيئة المحامين لدى محكمة الاستئناف في أكادير والعيون خضت هذه المبادرة هذه، وبدينا تفكير في تنظيم قافلة تضامنية اللي كنا بديناها بمجموعة ديال المحطات، منها المحطة ديال سيديفني ومحطة ديال تيفني والمحطة ديال بنين. اليوم حنايا كنتواجدوا بمحطة ديال جماعة الكفوفات، وكيحصل لنا الشرف باش نتواصلوا مع الساكنة ديال المنطقة بمشاركة أكيد النسيج الجمعوي اللي كينتمي لهذه المنطقة. شكرا استاذ، ولا يفوتنا المناسبه اللي كنهنئكم على وضع ثقتكم من طرف المحامي هيئه اكادير والعيون الاستئنافيه. وضعهم الثقه فيك، نتمنى لك مشوار موفق وسعيد. شكرا. شكرا كذلك الصحافة المستقلة اللي خدات على عاتقها باش تبرز هذا العمل هذا وتحاول تبين المجتمع المدني بصفة عامة وتحسيس المسؤولين بأهمية هذه المحطة هذه وانخراطنا جميع من أجل إسعاد مواطنينا، وكذلك تحسيس الجهات بالالتفاتة إليهم والاستجابة لجميع حاجياتهم. وشكرا.